مرحبا بكم. انكشف أمره بأبشع الطرق. جولر عاشق ميسي كذب على جمهور ريال مدريد وتحايل عليهم أمام الملايين. تخيلوا لو قام أحد الوافدين الجدد إلى ريال مدريد بالاعتراف أن قدوته هو أسطورة من برشلونة. قد تكون تلك سقطة كبيرة قبل حتى أن يلمس الكرة في أي مباراة رسمية. هذه القاعدة الثابتة يعرفها جميع اللاعبين المهتمين بالانتقال إلى الناديين، فكيف بلاعب كان سينتقل إلى برشلونة وإذ بريال مدريد يخطفه في اللحظات الأخيرة؟ لا مجال عند جمهور ريال مدريد أو حتى برشلونة الاعتراف بأي لاعب من الطرف الآخر. لا يمكن للاعبي مدريد الاعتراف بأنهم يفضلون لاعبا من برشلونة، والعكس أيضا صحيح. رأينا ذلك العام الفائت بشكل واضح جدا عندما تم الكشف عن تصويت دافيد ألابا لصالح ليونيل ميسي على حساب زميله كريم بنزيما في جائزة الكرة الذهبية، إذ تلقى اللاعب وابلا كبيرا من الهجوم والانتقادات، ووصل الأمر ببعض الهجوم العنصري بحقه على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. لاعبون كثر كانوا اعترفوا قبل توقيعهم مع برشلونة وريال مدريد بأنهم يفضلون الفريق الآخر قبل أن يغيروا أقوالهم ويتغنوا بتعبيرات هالا مدريد أو فيسكا بارسا. من ضمن هؤلاء نذكر اللاعب فينيسيوس جونيور الذي سئل قبل فترة من انتقاله إلى ريال مدريد عن خياره بين كريستيانو وميسي وبين ريال مدريد وبرشلونة، وأتت الإجابات على الشكل التالي: ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ ميسي. Você joga videogame? Jogo. Qual time você mais gosta de jogar? Eu jogo com Barcelona. ربما يتم تناسي هذه المقاطع لأنها تكون قديمة جدا وبعيدة من الفترة التي يتم التوقيع فيها مع اللاعب، لكن في حالة أردا جولر فالأمر مختلف، إذ يبدو أن اللاعب التركي خاف من مصير ألابا فاختار إنكار خياراته المفضلة وآثر تقديم ما يحب جمهور مدريد سماعه عوضا عن التعبير بحرية. فعندما سئل أردا عن قدوته في الملاعب أجاب كالتالي: ¿Quién ha sido tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Real Madrid tiene una herencia y uno muy importante, es una leyenda. Cristiano Ronaldo todo el mundo lo conoce, Mesut Özil.